هاد صراحة معاناة، ولو أننا تأثرنا بها صراحة. والله العظيم إلا شرفتونا في هذه الأمسية الجميلة، والحمد لله على سلامتك لوليداتك، ولالا سامية انت الحمد لله على سلامة باباك. وصراحة برافو عليكم على هذه المعاناة اللي عشتوها وعلى الصبر ديالكم، والماما كذلك اللي رباتكم بعيد على الأب ديالكم. تحية ليها لهذيك المرأة المغربية الحرة الشريفة العفيفة اللي صبرات هذيك المعاناة الحقيقية، اللي صراحة هي واحد النموذج حي للعديد من النساء اللي صراحة عانوا مثل هذه المعاناة الحقيقية. واللي يجي واحد دابا بصبع، ولا يجي واحد آخر اليوم لا تاريخ له ولا حضارة له، يجي يبقى يعطينا في الدروس، أو لا يعطينا في الخوا أو لا يعطينا في بعض المسائل اللي هي لا يمكن بتاتا أن نتساهل أو نتسامح مع هذه المعاناة الحقيقية اللي عاشوها أولادنا. صراحة كانت أيام سوداء ولا زال العديد يعيشها، ناهيك كذلك حتى على المعاناة ديال 75 اللي عاشوها المطرودين من الأراضي الجزائرية. إذا كل هذه المعاناة اللي عاشوها هاد الأناس ديالنا، سواء في الحروب أو سواء كذلك في يعني صراحة راه الصبر، راه صبروا، راه كان ترفع لهم القبعة. وشكرا لكم جزيلا، والله يجعل مغفرة الذنوب. هذا هو اللي كاين، الله يجعل مغفرة الذنوب، الله يجعل مغفرة الذنوب. تفضلوا. تحياتي. تفضل إلهام. مرحبا. وغادي نودعوا باش ما نطولوش عليه. واقيلا ياك سامية الميكرو ديالك مسدود، شعلي الميكرو. السلام عليكم. السلام عليكم. لاله سامية تفضل. شكرا لله. غادي نخليوه يمشي لقاش غادي يكون عيا شويه دابا، مي ان شاء الله لنا لقاء. وشكرا بزاف ياسر على هذه الاستضافه. شكرا لجميع الحاضرين واللي اكيد غادي يكون عندك الكاس تاع عمر. لا طالع عليك انت بالضبط. لا جوج دقيقات. اولا الا كان حداك بوتي لي راسو، انا نهضر معاك بالدارجه بتا مغربي ما كاينش حدايا. ما بحال وصلات الله يكرمك. اللي كان حداه هضري معاه يبوس ليه راسو. هذاك الشريف هذاك راه هذا هما الرجال اللي كنقولوا حنا ما كان عندهمش علاش يعني يغضبوا ولا يفكروا ولا يخموا. تبارك الله بيلوت طيار مشى واهيدو بالعزه ديالو في وسط بلادو، مشى حارب وعانى 26 سنه، تحرم من ولادو من مرتو. وهكا اليوم كتب لنا ربي باش نحضروا معاك. راه هذا انا بعدا واحد الوسام الشرف انني حضرت هذه الحلقه. وراني كان غير اختي ساميه، انا دابا غير منك شويه لو تعتبرني اختك من اليوم ناكل معاك شويه في هذا السيد اخواني ونرضى علينا. الله يكبر بك. الله يا ودي. ويكون ان شاء الله يعني ما نكونوش تقلنا عليك بالاسئله اللي تحت عثمان علي. غير الاسم ديالك بارك الله فيك الوالد راه من يعني من الاسماء العزاز على قلبنا، اللي هما من صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام ارضاهم الله، اللي كنشوفوا يعني حتى هما البطولات اللي داروا والدفاع عن دينهم وكذا. فنفس الشيء انا ما غاديش نقول باللي انت ما بينتيش لينا اليوم واحد الحقائق حنا كنا غايبين عليها، لدرجه انك قلتي كيقارنوا شعبهم بالاسير او كيقارنوا جيشهم بالاسير. فانت واحد الوقيته بديتي كتشكر في الماكله لان هذيك هي ماكله الجندي، ولكن منين ذكرتي بالنسبه للماكله في البلاد قلتي 5 ايطوال. يعني الحمد لله على بلادنا والحمد لله عليكم يا رجالنا. الله يرحم موتانا وموتى المسلمين وشهدائنا، لاني تاني حفيده شهيد في حرب الرمال، ولكن انا من الموشاة من جوهره عفا قسطي. وكذلك الابن ديالو الكبير خالي تا هو مات في معركه الامغانا الاولى، ولكن الحمد لله كنتشاركوا هذا الشيء. علاش؟ هذا هو حبنا لبلادنا، لان اللي ما عندوش يعني واحد الانسان معلم، حتى المعلم راه رسول، اللي ما عندوش واحد المقاوم راه عنده واحد الفلاح اللي حرت هذيك الارض، راه عنده واحد الانسان اللي مهم في حياته. فنتشبتوا بهاد الناس، نقربوهم ولو كلمه طيبه. نتمنى سياسر هذا اللايف ديالك انت تلوحوا في قناه ديال اليوتيوب كما هو، وتعطي لنا شي مقتطف شي فيديو على اسم مادام كاين بالاسبانيه راه مزيان وبالعربيه. دير لنا شي مقتطف شي فيديو على اسم الكتاب باش حيتاش بزاف الناس كيسولوا على اسمه. وتبارك الله غير الحلقه لا لقيت شي واحد دير لي النقل في اليوتيوب
فيتحمل مسؤوليته، لان كنا بغينا نديروا النقل حنا في اليوتيوب وتم توقيف اليوتيوب بعد ما درنا محاولة تجريبية البارح. فقت مع الصباح لقيت اليوتيوب تم توقيفه. سبحان الله، يعني هادشي حشومه عليكم. هادشي اللي تنقولوا. انا باقي ما عنديش خبره بزاف. حنا هادشي ما كنديروا منه حتى شي حاجه، حنا بغينا نوصلوا فكره. بغينا عثمان علي غدا يعني يكون كالنار في الهشيم في المغربي من طنجه الى الكويره. بغينا كل شيء يعرف مثل هاد الرجال. هاد الرجال يجب اعطاؤهم قيمه كبيره جدا. هاد الرجال يجب ان يحتفى بهم، حتى على الاقل في ذكرى هاد المسيره هادي. هادو خصهم يكونوا في المقدمه، خص يكونوا يعني هم يعني رواد جميع المنابر وجميع المنصات لما قدموه، باش تعطي 26 سنة ديال السجن وعند من وفين. سمير راني لقيت الحمد لله دايره لك متابعه، راني معك متابعه، كنت دابا نهضر معك في الخط باش ضروري خاصنا غير واحد لمسه بسيطه يحس بها من جهتنا، لانه يستاهل اوتينا ملكيه تبارك الله. خويا راي المغرب انا بارك الله. وكيف درنا طيار. نعم شكرا. وكيف درنا طيار لنا حلقات حتى مع الجنود الذين كانوا يعني في الخطوط الاماميه ان شاء الله موجودين باش يحكي القصه ديالو، كيفاش كان كيدافع وكيفاش كان كيتعذب وكيفاش كان كيتمحن وكيفاش كان كياكلها برملها. حييك خويا ياسر، حييك خويا ياسر على هذا اللايف الزين. وانا طلعت بغيت نقول لا كلمه، والله العظيم الكريم انا طلعت بغيت نقول لا كلمه، واخا ما عندي كلمات لاني ما قديت نجبر كلمات. انا الرجل الطيب هذا عثمان الله يطول في عمره والله يخلي لوليداته ان شاء الله، لا يعود يكون سمع شي كلام شين من ناس يدعون انهم صحراوه ويدعون انهم ينتمون الى اقليم الصحراء. انا بغيت نتكلم مع الحسانيه باش يعود يسمع منا كلام زين ويعرف عنا ذاك الراجل اللي جبروا ذاك القيد اللي كان يقيد القوات المسلحه. قال له احنا مغاربه ولا نموتوا مغاربه وما نعرفوا شي ثاني. صح، وده هو الحق وده هو الكلام الزين، ونبغوه يسمع منا ويعرف عنه تضحياتهم ومعاناتهم وشهدائنا اللي ماتوا من اجل الصحراء. ما مشات هباء منثورا، الحمد لله علمنا مرفوع في الصحراء ومدننا زينه، والناس الحمد لله متمونكه في الداخله وفي العيون وفي بوجدور وفي السماره وفي كل مدن الصحراء. الحمد لله تضحياتكم لم تذهب هباء، وانما كانت من اجل هذا الوطن ومن اجل هذه البلاد ومن اجل هذا التراب الزين اللي تسقى بالدماء الشهداء وتسقى بالتضحيات الجسام. التضحيات جسام باش تعود انت مسجون 27 سنه وتم التعذيب فيك والتنكيل وكل يعني ما يمكن ان تتصوره. كما قلتم حتى الصهاينه لم يفعلوه، فما ادراك بهؤلاء. حاشا ان يكونوا مسلمين وحاشا ان يكونوا يعني من دول الجوار. للاسف الشديد انا بغيت لا نقول له الله يطول لي عمرك، ونبغيك تفتخر براسك وبالتضحيات اللي قدمتها عنه. شوف الصحراء الحمد لله ضربوا المغرب رفعتوه انتوما، وانتم اللي ردتوا الصحراء، وانتم اللي خليتوها تبقى مغربيه الى يوم الدين. وما تشكوا عنا احنا ولا اولادنا ولا اولاد اولادنا لا يتخلوا عنها. هذه وصايه الصحراء وتوصيه الحسن الثاني. توصيه حسن الثاني وصى بها المغاربه الكبير والصغير واي حد. وما نبغي حد مره ثانيه يجيني واحد مغربي يقول لي احنا الصحراء عطاتنا، احنا الصحراء نعطوها ونزيدوا نعطوها ولا ينتموا نعطوها. إلين نخلاو يا اما احنا ويا اما هما، وما يحلموا عنهم يجوا يدخلوا ولا يحكموها. دوك ما نعرفوهم، دوك لا شي من العبيد وشي من الازواديين وشي من الموريتانيين ما يعنونا، ولا هم صحراوه. الصحراويين راهم في بلادهم وضربوهم مرفوع، واللي نزل ضربوا الاستعمار الاسباني راهم من المغاربه، ما نزلوا حد ثاني. واحد ولد جاي لا البارح ويقول لك انا ولد الصحراء. انت منين ولد الصحراء؟ الرجاله الزينه في جيش التحرير في القوات المسلحه اللي اعطات الغالي والنفيس هي اللي رفعت الدرابو المغرب، وهي اللي نزلت درابو الاستعمار، وهي اللي طردت ميليشيات المرتزقه اللي جايبينهم من تشاد وجايبينهم من ليبيا وجايبينهم من كوبا وجايبينهم من فنزويلا. ما تشكوا يا المغاربه عنا احنا كنا نحاربوا لا شين قالوا البوليزاريو، ما كنا نحاربوا شين قالوا البوليزاريو، كنا نحاربوا 6 دول ولا 7 دول باش تجيك مرتزقه جايبه لك صواريخ سام احدث نظام صاروخي لاسقاط الطائرات في ذاك الوقت. المغرب ما كان عنده، وجابوه لهم وشراوه لهم وعطاوه لهم باش يجوا يدوا لك انت ارضك هي شرفك وعرضك. ما تم تقارنها بالاموال وبالحياه المعيشيه. الحياه المعيشيه ما تسوى شيء. الا مشات ارضك مشيت انت، الا مشات ارضك ما عندك شرف ما عندك كرامه.
وجا تقول اش عطاتني الصحراء نحن نعطوها بالليل وفي النهار، اليوم وغدا وبعد غدا. سمحوا لي على الانفعال ونبغي نحييك حتى والله يرحم الشهداء كاملين يا اخي، والله يرحم الشهداء. وحدودنا مع موريتانيا راهي مفتوحه، واللي عاد راجل يجي يقلعها. اسمحوا لي الله يطول لي عمركم. عودني بك خويا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختي سامية، بوسي الراس ديال الوالد وتهلاي. غنقول لك علاش، لان الاب ديالك ملي كان كيتكلم كنتفكر الاب ديالي بحال كيتكلم. الاب ديالي الرأي عاود طلب الرأي المغربي، عاود طلب غادي نعاود لك. اختي سامية، الاب ديالي نفس القضية، انه كان في الصحراء وحارب في حرب الصحراء الله يرحمه ويوسع عليه يعني، وكان في مدينة سمارة. كان كيتكلم الاب ديالك اقسم بالله الى الدمعة عودت، لانني حسيت هو بحال با نفس القصص اللي كان كيعاود لي وكيعاود لي الاصدقاء ديالو اللي ماتوا. لان الاب ديالي كان ضابط في الجيش المغربي وحارب في الحرب مع ضد البوليزاريو. اقسم بالله الى الدمعة عودت، لانني حسيت الاب ديالك نفس الكلام ديال الاب ديالي كيقولوا. ردتني لذاك اللحظة، لانه نهار كيمشي الاب. نعم انا غادي نطلع صلاح دابا. انا دابا صلاح اختي اللي غنقول لك اختي ساميه، ان هاد الرجال هاد الرجال هما اللي ردوا يقول لي انا حقا ما على باليش بالصحراء، وراه كاين جيل اخر اللي ضحى من اجلها. كونوا شويه كتفهموا بان هاد الصحراء راه ضحاو عليها الناس، وبحال هاد الرجل العظيم اقسم بالله الا خاص. انا كنقول لكم شي الصحافه المغربيه دايره تقصير، البلد كبلد داير تقصير على هاد الجنود اللي جاو وضاعت عمرهم. كاين اللي حماق، كلمه قالها قبيله قال واحد حماق. عرفتوا شنو هي تحماق؟ تمشي انت اسير ويخرج لك العقل وترجع سواء حي او ميت. تحماق، حمقوك بالعذاب. ما كيفاش كنهضر. حنا نفتحوا البديله بيدرو. حنا الا كاين واحد النوع ديال الصحافه بغى يفرض واحد النوع من المستوى، حنا نكونوا البديل. يعني المواقع ديالنا او نستغلوها يعني في الوطنيه ديالنا، ونستغلوها في حب الوطن، ونستغلوها في استضافه هاد الناس واعاده الاعتبار لهاد الناس ولابناء هاد الناس. ما شاء الله ملي كتلقى واحد كيقول لك انا با توفى تما، هذا فخر. يعني بقدر ما هو حزن وبقدر هو ما كان يعني كنبشوا في آلام الناس، يعني هو فخر ورد الاعتبار. يعني ملي المغاربه كاملين على الاقل واحد 1200 1300 كتسمع اليوم عثمان علي، او كتسمع بادر كيطلع كيهضر على باه، او كتطلع جوهره وكنعرفوا بان حتى هي من ابناء المقاتلين المغاربه من اجل هذه العزه وهذه الكرامه اللي كيعيشها المغرب وهذا الامن اللي كيعيشه المغرب اليوم. يعني هذه مفخره، اذا هذه هي مفخرتنا، فما هي مفخرتكم؟ اذا كنتجمعوا كنتسابوا كتعايروا كتجبدوا لنا الجد والمله. حنا هزينا النيفو، واش تقدروا تهزوا النيفو؟ واش عندكم اليات باش تهزوا النيفو؟ واش نقدروا نجيو لشي لايف ديالكم باش نشوفوا حتى احنا حقائق تاريخيه؟ عندما نقول لا تاريخ لكم فلا تاريخ لكم. لا تاريخ انا غير نبشنا في تاريخ السبعينيات والثمانينيات فما وجدنا الا الالام والاحزان المغاربه. فكنقولوا الله يرحم الشهداء كاملين، والله يرحم حتى الحسن الثاني اللي اليوم في هذا النهار هذا تنعرفوا ان ذاك الحمل الثقيل وان ذاك التكالب ديال عده دول التي كان الرمح ديالهم ورأس الرمح ديالهم هي الجزائر وكبرنة الجزائر وعلى رأسهم بوخروبة، اللي كنعاود كنكررها، اللي نكر الملح اللي تشاركنا، ونكر الطعام اللي تشاركنا، ونكر اليد اللي تمدات ليه، ونكر الأرض اللي احتضناته. إذن هذا عار على جبينكم. إذا قدرتوا تثبتوا العكس فهذه المنصات نتمنى أن تكون منصات ثقافية يعني تنويرية. إلا كنقول لك أنا ما عندكش تاريخ كنتمنى أنك ماشي تجاوبني يا ولد الفاعلة ويا ولد التركة ولا يا باك فلان ولا يا امك فلانة، لا تجاوبني بحقائق. غادي دير لايف اللي حتى أنا غادي نكون ضيف فيه وغنجلس وغادي نتصنت وغنقول استغفرت الله العظيم، ولكن لا أظن ذلك سيكون، ولا أظنكم قادرين على ذلك، لأن الذباب لا ينتج
عسلة. هذا ما كان. تفضل ياسر، انا غادي نعاود نخلي بلاصتي لشي واحد. اوكي، وغادي نقول الكلمه الساميه وغادي نعود بحالي انا، لان باش نخلي الناس راه باغيين يهضروا بزاف، لان راه مفخره. اختي ساميه تهلاي في الوالد، كنقولها وكنعاودها لك، تهلاي في الوالد وتهلاي في الوالد مادام في الحياه، والله يطول له العمر. كنقولها لك الله يطول له العمر، وبرافو عليه انه قد يحكي لنا هذا الشيء وما تاثرش، لان الناس راه كيبكيو ملي كيعاودوا لنا هادشي. راه الناس ما قادينش يطلعوا على المنصات يهضروا، لانهم ما دوزوهاش سهله. راه تحب لكم ان واحد الانسان دوزها سهله. برافو عليه، وكنشكروا بزاف بزاف اختي ساميه، وكنشكرك انت بزاف 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 على هذا اللقاء اللي كينتقلوا الاخت جوهره. شكرا جزيلا على الكلمه نتاعك. الاخ بدر اللي تدخل حتى هو وتيشكر الوالد، ولكن هذا يعني حنا كنشوفوه حاجه عاديه جدا، لانه المهنه ديالو ما كاينش شي واحد اللي مشى يخدم خاصو يتقن المهنه ديالو. اذا هو اختار المهنه ديالو، كان عليه يتقنها، والحمد لله ادى الواجب ديالو. واكيد اننا التربيه نتاع ملوكنا الله يرحمهم اللي ماتوا، وملكنا محمد السادس نصره الله على اعدائنا، عطاونا تربيه ملكيه اللي تنحافظوا على التراب ديالنا وعلى الوطن ديالنا، وحنا فداء له. وهاد الناس هادو اللي الحمد لله رجعوا احياء بعد هاد المعاناه اللي راحنا كنسمعوا، راهم فاش تيطلعوا تيقلبوا على المنصات باش يعاودوا لاقاش باغيين يهضروا، يعطيو الصوت للشهداء اللي مساكن مشاو ضحيه هاد المجرمين، ومفقودين. عندنا عدد كبير نتاع المفقودين اللي الناس مساكن ما عرفناهمش فين هما لحد اليوم، ما عرفناهمش فين هما. اذا هذا جزء صغير اللي كنردوا لهاد الناس هادو اللي ما بقاش عندهم الصوت للاسف. والله يرحم الشهداء ديالنا، وعاش وطننا وعاش ملكنا. شكرا. تحياتي. شكرا اخت ساميه. سي ابي طالب، مرحبا. السلام عليكم. بغيت انا غير هذا مرحبا بيدرو اللي هبط، بغيتو زعما قبل ما يهبط علاش كيكلاشيني لتحت والله يا بوك الكلب. لا 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 لا، صالح تنعلقك من رجليك.